اللاعب فضل اللجوء للقضاء، واتمنى الموضوع ده ينحل سريعا عشان ما يأثرش على لاعب مهم في النادي الاهلي ومنتخب مصر زي حسين الشحات. كمان الشارع الرياضي المصري وجمهور النادي الاهلي كله والاعلام والسوشيال ميديا كله مهتم بقائمه كاس العالم للانديه، وكله كان بينتظر قائمه كاس العالم للانديه وترى مين اللي هيخرج من القائمه، وكله بيفكر في مباراه اتحاد جده السعودي، مع ان الاتحاد جده لسه معاه مباراه مع اوكلاند سيتي، وطبعا كل شيء وارد في كره القدم، ولكن كله مشغول بكاس العالم للانديه وناسي قصه شباب بلوزداد الجزائري، وناس ان احنا عندنا مباراه صعبه ومباراه مهمه ومباراه قويه جدا يوم الجمعه اللي جايه على استاد برج العرب، اللي النادي الاهلي حصل على موافقه بحضور 30,000 متفرج. المباراه هتكون الساعه 6 مساء يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله رب العالمين، ولكن الدنيا بحاله مشغوله بكاس العالم للانديه ونسين شباب بلوزداد خالص. اتمنى ان الموضوع ده ما ياثرش على لعيبه النادي الاهلي وما تكونش مشغوله يا ترى مين اللي خرج من القايمه، يا ترى مين اللي هيلعب، يا ترى مين اللي هيشارك. عموما مستر كولر اعلن قائمته، وفي النهايه هيصطحب كل اللاعبين، هيصطحب كريستو وهيصطحب احمد عبد القادر وهيصطحب كريم ندفد، كل اللاعبين اللي خرجوا من القائمه، حتى الحارس مصطفى مخلوف هيسافر مع بعثه النادي الاهلي للسعوديه، وده طبعا عشان النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين باصص انه هيكمل لابعد نقطه في البطوله، وهيسافر من السعوديه يسافر على الامارات على طول عشان يلعب السوبر المصري مع سيراميكا كليوباترا ومع الانديه اللي هتشارك في البطوله، بطوله رباعيه. طبعا النادي الاهلي في فكره ان شاء الله رب العالمين المحتمل يعني باذن الله ان احنا نكسب الاتحاد جده او اوكلاند سيتي ايا كان منهم، ونوصل لابعد نقطه في البطوله ونسافر من السعوديه على طول نطير للامارات عشان نلعب كاس السوبر. مستر كولر النهارده كان عامل محاضره طويله جدا مع اللاعبين واستمعوا لبعض شرائط الفيديو لشباب بلوزداد الجزائري امام ميدياما وامام يانج افريكانز التنزاني، وشرح نقاط القوه والضعف في فريق الجزائري. وطبعا مستر كولر كمان شدد على ضروره استغلال انصاف الفرص والكور اللي بتضيع والفرص السهله اللي بتضيع كتير جدا امام المرمى، وحث اللعيبه على ضروره الفوز عشان تصدر المجموعه ونراضي جمهورنا ونفرح جمهورنا. ده بالنص اللي حصل في المحاضره، وشرح اخطاء اللي بيقع فيها شباب بلوزداد الجزائري، وشرح نقاط القوه ومفاتيح لعب شباب بلوزداد الجزائري. طبعا محمد عبد المنعم لسه مصاب وواصل الجري النهارده حوالين الملعب، كان بيجري جري خفيف كده لوحده منفردا، وكمان ياسر ابراهيم شارك في التدريب الجماعي هو وانطونيو موديست، واللاعبين اصبحوا تحت امر الجهاز الفني في مباراه شباب بلوزداد الجزائري. المباراه هتكون صعبه جدا وقويه جدا على النادي الاهلي، شباب بلوزداد مش منافس سهل على الرغم طبعا من خسارتهم من ميدياما الغاني في المباراه الأخيرة. كمان ان فريق شباب بلوزداد الجزائري لما سمعت المباريات بتاعته حاولت احط ايدي على نقاط القوه والضعف، لاحظت ان الفريق منظم جدا على المستوى الهجومي، وكمان عنده مميزات كتيره جدا في ادائه وفي طريقه لعبه. الفريق بيعتمد على الكور الثابته وخصوصا الكرات العرضيه من الضربات الركنيه، بيسجل منها اهداف كتير، وبيحط 2 لعيبه على القائم القريب القائم الاول، وبيخش لاعب من وسط الملعب من الخط الخلفي للامام وبيحط الكوره بيهده على طول ودايما بيسجل منها. كمان الفريق عنده تحولات كبيره جدا وتحولات سريعه جدا من الدفاع للهجوم، وعنده جناحين مميزين جدا وعندهم سرعات كبيره جدا، ولكن طبعا عنده نقاط ضعف كتيره، اما طبعا البطء في الارتداد من الدفاع للهجوم. الجناحين بتوعه اي نعم سرعه جدا ولكن ما بيقوموش وما بيأدوش الادوار الدفاعيه وما بيسندوش مع الباكين، فممكن نستغل الثغره دي. دايما بيبقى فيه مساحات قدام الباكين وخلف الجناحين بتوع شباب بلوزداد الجزائري. المدير الفني البرازيلي ماركوس باكيتا بيعمل دايما وبيعتمد على الزياده العدديه في وسط الملعب، وعلى الرغم من الزياده العدديه ديت اللاعبين